والله هو البودكاست اللي اختارني وهو اللي اختار التوقيت. يعني هي الحاجة جت من وادي دجلة، هم اللي اقترحوني ان انا اقدم البودكاست ده. وبصراحة التوقيت كان مناسب جدا ليا في رحلتي يعني الشخصية، اللي انا بحاول اعمل فيها يعني بقرا اكتر عن علم النفس وببذل مجهود مع نفسي مع معالج نفسي. وعندي فضول حقيقي تجاه تجارب الناس وعلاقاتهم بأهاليهم وعلاقاتهم بأولادهم والعيلة ككل وتكوينهم وتكوين شخصيتهم وإيه اللي أثر عليهم. فتجربة الحقيقة غنية جدا بالنسبة لي. واتبسطت في الدور ده. يعني ما كنت شايف نفسي مذيع على قد ما كنت شايف نفسي بس بستضيف حد، كأنه حد عندي في البيت وانا عندي فضول كتير ناحية الشخص ده، وده بيبقى حقيقي. يعني كل الأسئلة نبع عن فضول شخصي، مش حاجة مجرد انا مجهزة وخلاص. عشان كده مش هسمي نفسي مذيع. انها تتكرر بشكل مشابه او مختلف، ما عنديش مانع طبعا.